من سيعبر؟ من سيغادر؟ ما زالت الأمور بيد كل منتخب على حدة. ركلة حرة ثابتة تأتي للأزرق، كرة ملعوبة برأسية، الله، لقطة أولى رائعة أمامنا خالد السعيد. يا سلام على الارتقاء. لهم جماهير اليمنية، البطولة التي تلعب في جنوب المملكة العربية السعودية حيث الأجواء الجميلة، لكن لدينا هنا انطلاقة بلمسة ونقرة. حاضرة في الطرف الأيسر، هذه العرضية تلعب أمامية بانطلاقة سريعة تلعب. هذه خطيرة، هذه خطيرة للأزرق، فيها جول. هذه العنزي الواقع على أرضية الملعب الآن. وضح أنور، الركلة الحرة الثابتة القادمة، تلعب الكرة وأقرب إلى حارس المرمى وضح أنور. أحمد الحاج في التغطية والإبعاد، اللمسة خطيرة 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 للأزرق، الله، برافو. والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الانتصار. بعد تعادل في مباراتين، معنى أن سجل 3 واستقبل 3. هذا يجب أن يسجل، كما أنه يجب. هشام الحصيني لاعب المنتخب اليمني راح يترك أرضية الميدان. هشام الحصيني قادر، عادل عباس قاسم هو اللاعب البديل. دقائق إضافية لشوط المباراة الأول، وانطلاقة يمنية. هنا كرة فيها اختراق، فيها تصويبة تأتي لكنها ضعيف. مقول الكرة من الجبهة اليمنى، فيها انطلاقة ترسل في الجبهة اليسرى، التصويبة تأتي تصطد تبعد. وجود خطأ أو ركلة جزاء. هل هي ركلة جزاء أو خطأ في لقطة؟ ركلة جزاء، نعم، لمسة يد وركلة جزاء تحتسب هنا للمنتخب اليمني. فرصة ذهبية، هذه احتسبها الحكم. جزاء تأتي للمنتخب اليمني، فرصة ربما للتقدم، فرصة ولا أروع، فرصة ولا أروع. ركلة جزاء مع خواتيم الشوط. عبد الله الدقين هو من يتقدم من أجل التنفيذ، يحمل على عاتق التاريخ، يحمل على عاتق التاريخ. حطها عبد الله للمنتخب اليمني، ويسجل هدف التقدم الأول في اللحظات الأخيرة. المنتخب اليمني يضرب ضربته، يسجل أول أهدافه، يتقدم هنا على الأزرق. رقصة التقدم، عباس تقدم، توغل، مر من الأول، مر من الثاني، لكن طالت كرة بعد ذلك إلى ركلة مرمى تأتي للمنتخب. دقائق 5 مرت، ونعم متابعينا الكرام، صافرة الختام. شوط أول ينتهي، المنتخب اليمني ومن نقطة الجزاء يتقدم فيه ويشعل مفاجأة أخرى ويقترب أكثر من كتابة التاريخ. أينما كنتم هنا مع أحداث شوط المباراة الثاني ما بين الأزرق الكويتي وما بين المنتخب اليمني. بطبيعة الحال الكرة تلعب لكنها إلى حارس المرمى. أيضا عبد الله ما زالت كويتية من الجبهة اليمنى، تلعب داخل المنطقة. وضح أنور تصل. عادل عباس يملك كرة تعادل، يحاول المرور، لاعب مهاري. الله 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 الله، هذه تكمل. الراية تحرمنا من أن تكتمل. لقطة رائعة. عادل عباس اللي احتفظ به الكابتن محمد النقيعي مدرب المنتخب اليمني على الدكة، دفع به بعد نصف ساعة، لكنه لعيب حريف. شوف المرور، شوف التمريرة الله بالكعب وكوبري. تنقل عرضية، خطيرة يمنية، الله، لقطة خطيرة أخرى. الحارس الله على كورة وتصويبة رائعة من خارج المنطقة، قذيفة يمينية. هنا انطلاقة كانت خطيرة
لكنها عدت ومرت. ما زالت اللقطة. الله 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 فيها تعادل. أي دفاع هذا. عينك 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 على الله 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 يا علي دين. ترسل ساقطة من الجبهة اليسرى. كرة فيها خطورة يمنية في كرة تلعب على مشارف المنطقة تبعد بمبنى محمد وهيب. الله ركلة مرمى أو ركنية في الأرض غيرت الارتفاع قبل أن تصل إلى الحارس. هذه صعبة لكن تصدى لها. تعود يمنية مجددا. محمد وهيب من أجل تنفيذ الركلة الحرة الثابتة القادمة. كرة ملعوبة. وضح أنور يختار بانطلاقة يمنية. هذه خطيرة هذه خطيرة. 3-2 3-2 3-2 الآن. اللقطة ما زالت. الخطورة تستمر. الكرة بالثاني 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 بالثاني. جاء الثاني للصقور. جاء الثاني للمنتخب اليمني بشكل جميل ورائع. أتت الانطلاقة. عينك عينك ما في استعجال ما في استعجال. وكأنك تتحدث عن لاعبين لديهم خبرة السنين. ثبات هدوء إنهاء ووصول وتسجيل ثاني الأهداف للمنتخب اليمني. 2-0 الآن. بات أقرب من أي وقت. هناك السيد محمد النقيعي مدرب المنتخب اليمني بتبديل وحيد. هذه كرة للأزرق خطورة للأزرق خطورة. مرت اللقطة وعدت ولا قرار. طبعا حكم قادم أيضا سيغادر محمد البرواني مهاجم النشط المزعج جدا في الخط الأمامي يغادر. وزايد علي هو اللاعب البديل. مرتدة سريعة للمنتخب اليمني. الخطورة ما زالت. توقل في الطرف الأيمن. عادل عباس. عادل يملك كرته يبحث عن زاوية. خلاص تأخر. يسدد الآن لكنها تصطد. هذه عادة طبعا للقطة الماضية لعادل عباس اللي سدد بعد ذلك لكنها اصطدت في المدافع. بانطلاقة مجددا من الطرف الأيمن. الكرة ترسل لكنها تصطد. هذه الكرة الأخيرة طبعا اللي لم يعلن عن خطأ فيها حسين الشويخ. المنتخب الكويتي برافو أوقف المرتدة بشكل جميل. ما زالت اللقطة للمنتخب اليمني. تستمر الكرة ترسل والدفاع يتدخل في لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.